صياغه جيده الحقيقه، وضمت اهم ما يمكن اننا نقولوا كاملين. الحقيقه هي هذه. انا عندي غير واحد الملاحظه بسيطه. نذكر على استعاده القصر الكبير والعرائش. حنا كنذكروا على استعاده القلاع الاتحاديه في الاقليم في الجهه، يعني حتى على مستوى المجالس القرويه. راه عندنا في الساحل، عندنا العوامره، كان عندنا واحد المجموعه ديال المجالس الجماعيه اللي خسرناها لاسباب بسيطه، هي استمرار النهج الحالي اللي كيطبق الان، واللي اذا استمر عليه غادي نكونوا حتى حنا مساهمين في الجريمه، واكيد اننا غنخسروا ما تبقى. لا كاين ماشي هكذا. لذلك حنا باغيين نستعدوا كل القلاع ديالنا، لا على مستوى الاقليم ولا على مستوى الجهه. وحنا في العرايش كنا مبادرين لسنوات، ان لم اقل لعقود، لتصحيح الوضع ماشي في العرايش، بل ساهمنا في تصحيح الوضع لا على مستوى الجهه ولا حتى على المستوى الوطني. لذلك انا باغي نخرج من الخطاب ديال الازمه، ومن الخطاب ديال التشكي، ومن الخطاب ديال الياس. الاجتماع ديالنا اليوم انا كنعتبره هو انتصار بحد ذاته. راه يعني ما خصوش اهميه هذا الاجتماع. انا كنعتبره استعاده لزمام المبادره، ولكن اللي كنتمنى وهو انه قبل قلت انه ينبت عليه مبادره تنظيميه او بنيه تنظيميه اللي تضمن الاستمراريه، لانه اهم شيء هو الاستمراريه. الاخ دريس قبيله قالها وبالم وفعلا انه في 2011 كنا قلنا بانه راه حنا درنا القطيره على السكه، ولكن ما مشيناش. وبلا ما نطرحوا السؤال علاش ندخلوا في التحاليل، اللي مهم هو انه الان نضمنوا الاستمرار ديال هذه المبادره. والسؤال الوحيد اللي انا كنذكر الورقات الضافيه لهذا الشيء. الثانيه، انا اتفق مع الدكتور اللي ذكر قبيله على انه حنا كنقولوا الجميع خصو يكون عدم الاقصاء. راه الانطلاق ديالنا منذ اكثر من عقد من الزمان، اكثر من عقدين من الزمان، كان الصراع ديالنا وهو لماذا اقصاء الاتحاديه؟ لا اقل ولا اكثر. لو كنا كنحلوا على مواقع داخل الاجهزه الموجوده لا محليا ولا اقليميا كان نكونوا فيها من زمان، ما عندناش مشكل. الاشكال الوحيد كان انه هو اللي كنأمروا به، هو هذا كنقولوا كيفيه اشراك الجميع. وحنا متاكدين انه اذا كان اشراك جميع الطاقات الاتحاديه استحقاقات المقبله، كل الاستحقاقات لا الاجتماعيه لا السياسيه، حنا متاكدين انه حنا اكبر قوه في الاقليم. راه ما تغلبنا حتى شي تيار سياسي، لكن استمرار المنطق ديال الاقصاء والمنطق ديال الزبونيه والمنطق ديال الحلقيه لا يمكن الا ان ندعمه. الاشكال اللي عندنا ما عندنا اشكال لا ايديولوجي، لا اشكال في التنظير، لا اشكال في تشخيص الوضعيه، لا اشكال حتى في شي حاجه. عندنا اشكال تنظيمي، هو الاشكال الحقيقي اللي كاين. الاتحاديين هم اكبر قوه لا في العالم ولا في الاقتصاد، لا في واحد مجموعه من المناطق في الاقليم، ولكن المشكل التنظيمي كيفيه اجماع كل الطاقات. اليوم كنقول بواحد اللغه اخرى، كنقول حنا عندنا طياره عندها 4 محركات ماشي بمحرك واحد، باش كنا نخدموا المواطن ديالنا كاملين وانا غادي نتصرفوا. لذلك انا اقول انه الاشكال ديالنا التنظيمي، وهذا الاجتماع هذا اذا بغينا فعلا يكون اجتماع اللي عنده فائده وعنده مردوديه، هو نخرجوا منه بلجنه اسمها حسب التنسيق او شي حاجه، لجنه التنسيق اللي يمكن لها دائما تاخذ الاستشارات ديال كل المناظرات والمناظرين في الاقليم، وثانيا يمكن لها حتى القرار اللي تاخذهم باشراك الجميع. لذلك باش ما نطولوش انا اقول خصنا نخرجوا بهذا الشيء هذا، والا غادي نكونوا صيحه في ولاد. راه يمكن نديروا 100 خريطه الطريق، 100 بيان، 100 تقرير جميل جدا زوين، ولكن الاشكال في التنفيذ، الاليه ديال التنفيذ ديال هذا الشيء. لذلك الاخوان انا كنتمنى انه باش نكونوا منتجين كما الاجتماع عنده مردوديه، انهم يذكروا اذا كاين شي تعديلات في الطريق واحد، ديال انه يخرجوا بواحد اللجنه ديال التنسيق